السلام عليكم، أسعد الله مساء الجميع بكل خير. حلقة اليوم نحاول آه، أن نتطرق من خلالها لجزئيتين نراهما مهمتين. الجزئية الأولى تتعلق بأبعاد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لتركيا، والنقطة الثانية تتعلق بالوفد الفرنسي التابع لوزارة الدفاع الفرنسية وزيارته للجزائر، وفضلا على مباشرة سفير فرنسا لنشاطه في الجزائر. النقطة الأولى، قلنا أبعاد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لتركيا هي أبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى، ونحن نعلم أنه بعد 2019 الدولة الجزائرية دخلت مسار نقدر نقول يختلف تماما عن مسار ما قبل 2019. هذا المسار متعدد الأبعاد، من بين هذه الأبعاد البعد الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية، حيث من أهداف التي سطرت تنويع مصادر الدخل الوطني خارج الريع البترولي أو خارج المحروقات. وأول قطاع تم استهدافه أو العمل على النهوض به من أجل المساهمة في الدخل الوطني هو قطاع الفلاح. وأعتقد أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا مطلع هذا الشهر، شهر ماي، تم فيها توقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات المجال الفلاحي أو المجال الزراعي. وأعتقد أن هناك مستثمرين أتراك وبالتعاون مع مستثمرين جزائريين يعملون في الزراعة في الجنوب الجزائري الكبير، طبعا بالإضافة إلى الاستثمارات في هذا المجال مع دولة قطر ومع المملكة العربية السعودية ومع إيطاليا. إذن الزيارة كانت ترمي إلى دعم وتعزيز وتعميق التعاون في مجال الفلاح. وأعتقد أن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية في العهدة الأولى تم الحديث عن الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر، حيث قال أعتقد أن رئيس الجمهورية في ندوة الصحفية أمام المستثمرين الأتراك حينها قال بأن الجزائر تمتلك بحار من المياه العذبة في الصحراء الجزائرية، وهذه المياه تعتبر من بين الموارد الأساسية لإنجاح قطاع الفلاحة في الجنوب الجزائري. إذن من أهداف هذه الزيارة قلنا تعزيز الشراكة الاقتصادية، وبالضبط تعزيز الشراكة في المجال الفلاحي. والمسارات التي اشتغلت عليها القيادة السياسية بعد 2019 المسار المتعلق بالأمن الغذائي، ولطالما سمعنا رئيس الجمهورية تحدث عن مفهوم الأمة التي لا تلبس مما تنسج ولا تأكل مما تنتج. هذه أمة قرارها السياسي مرهون وسيادتها ناقصة، ولذلك فإن الفلاحة
أو الزراعة تعتبر من بين القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بل أن الصراع الخفي أو الصراع اللي قائم الآن في العالم محوره الغذاء. هناك حروب قد لا يشاهدها الرأي العام، قائمة هذه الحروب على التحكم في غذاء الشعوب من طرف دول ودول أخرى. إذن الملخص الأول هو أنه زيارة رئيس الجمهورية كانت تهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة في مجال تطوير قطاع الفلاحة. فالأمن الغذائي يعتبر ركيزة حرية القرار السياسي ويدعم السيادة الوطنية. من جهة أخرى هذه الزيارة كانت أيضا في سياق تدعيم وتعزيز الصناعات الخفيفة، وبالأحرى أن الأتراك لهم طبعا بعد في مجال الصناعات النسيجية، حتى أن الجزائر لها قاعدة في هذا المجال تعود إلى فترة السبعينات أو فترة السبعينيات مطلع الثمانينات، حيث تمتلك الجزائر قاعدة صناعية أسسها الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا تتعلق بالوفد التابع لوزارة الدفاع أو الجيوش الفرنسية للجزائر خلال اليومين الماضيين، وتتقدمهم مندوبة أعتقد مندوبة وزير الدفاع الفرنسي التي استقبلها الفريق الأول سعيد شنقريحة. وتم في هذه الكلمة الترحيب بهذا الوفد. في نفس الوقت تم التأكيد على أن الجزائر لا يمكنها التخلي أو نسيان ذاكرتها، كما أنه يجب على الطرف الفرنسي أن يتحرر من الفكر الاستعماري، وأن يعترف بأنه ارتكب جريمة تبقى في التاريخ جيل عن جيل. هذه الجريمة اللي نتيجتها أكثر من 5 مليون أو 6 مليون شهيد في الجزائر. وأعتقد أن هذه الزيارة التي قادت هذا الوفد الفرنسي للجزائر تزامنت واحتفالية أو وقفة الدولة الجزائرية والشعب الجزائري مع ذكرى أليمة المتعلقة بمجازر 8 ماي التي كما قلنا في حلقة سابقة ارتكبها الاحتلال الفرنسي تحت غطاء اقتلوا النازيين الفاشيين في الجزائر. وكانت في الحقيقة جريمة مروعة ولن ينساها الشعب الجزائري ولن ينساها العالم، بل ما تزال حتى اليوم موضوع للنقاش وموضوع دراسات معمقة في الكثير من الجامعات، بل حتى أن الجامعات في المشرق العربي أصبحت تهتم بهذا الجانب في الجزائر. ولذلك كما قلنا أن هذه الزيارة وانطلاق أو عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر ممكن نقول عليها أن فرنسا عادت إلى جادة الصواب، أو أن النخب الفرنسية الحاكمة قد فهمت الدرس، على اعتبار أن العلاقات الجزائرية الأوروبية
منحناها في تصاعد مستمر. فهذا المنحنى التصاعدي في العلاقات مع الدول الأوروبية ترك الساسة أو حكام فرنسا الحاليين يتيقنون بأن القطار قد انطلق، وبالتالي لابد من تفعيل أطر سياسية أكثر مرونة. هذه الأطر السياسية أبرز ما يجب أن تتمتع به هو التخلي تماما عن الفكر الاستعماري أو النظرة الاستعمارية للشعوب الأخرى في إفريقيا. تكفي الإشارة أن الرئيس ترامب في عهدته الأولى، وعندما تم الاحتفال أعتقد في مدينة فرساي بفرنسا، وكان الرئيس ماكرون موجود ورؤساء الدول الكثيرة من العالم، ماذا قال ترامب أمام الرئيس الفرنسي؟ قال له: لو لم تكن أمريكا أو لو لم تتدخل أمريكا ما زلتم أنتم تتكلمون الألمانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.